بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم البنات في الفيديو تاع نهار اليوم. نقول لكم كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة المولد النبوي الشريف. نظرا لإحياء هذه المناسبة البنات، احنا في منطقة معسكر في الغرب نحضروا الرقاق بالتعمير، ولكن هذه المرة البنات طريقة مختلفة اللي هي المعلاق بالتعمير، يعني فارسي بالتعمير. يعني كما راحتوا السنة الماضية درت لكم المعلاق معمر بالفيونداج اللحم المفروم والأرز. هذه المرة الطريقة تختلف البنات، يعني كاين اللي عمروا الدجاجة بالتعمير، وانا يعني حصرية ولأول مرة على اليوتيوب درت لكم المعلاق فارسي بالتعمير. ونروحوا نبدو بسم الله على بركة الله في المقادير وطريقة التحضير. اول حاجة البنات اللي نحتاجوها في المرق هي الخضر تاعنا. عندي البنات ربطة تاع كرافس، 3 حبات طماطم متوسطة، حبة كبيرة بصل ولا 3 صغار كما راكم تلاحظوا، كاسة اتاي تاع الزيت، نصف حبة تاع اللفت، وعندي حوالي 4 حتى 5 حبات تاع الزروديه. بالنسبه للتوابل البنات عندي كبابه حب، فلفل اسود وزعفران ولا كركم، وعندي عود تاع قرفه، وعندي ايضا البنات كميه تكون مليحه تاع الحمص. هذا المقادير البنات تكفي ل 10 اشخاص، يعني انا عندي ضيوف على ذيك درت المعلاق، وغادي نزيد معاه قطعه تاع اللحم، لكن يعني البنات ماهيش من جهه لي كوتليت، ماهيش يعني ما غاديش نحطها للضيوف غير باش تزيد يعني تبنلني وتمد لي عفوا اليدام البنات في هذيك المرق تاعي. درت الزيت في لاكوكوط فوق النار، وزدت هذيك القطعه تاع العظم، وزدت البصل. غادي نقطع كل الخضار، وغادي هذه المره نقلي البنات. في الفيديو تاع العام اللي فات السنه الماضيه البنات درت لكم ايضا مرق الرقاق عفوا، لكن ما قليت البنات، درت بارد في بارد. لكن نتوما تجربوا هذه الطريقه تقلوا كل شيء كل الخضار. وغادي نزيد نضيف هنا ملعقه كبيره تاع طماطم، ملعقه كبيره تاع طماطم تكون ممتلئه جيدا، ونبقى يعني النار راهي متوسطه، ونبقى نحرك. استعملوا ملعقه خشبيه من الاحسن البنات، ونبقى نحرك وراني نقلي في هذوك المكونات. وهنايا البنات نضيف حبات الكبابه بعد اللي قليت يعني القدر تاعي حوالي 10 دقائق، نضيف حبات الكبابه، ونبقى نضيف لي زيبيس، يعني لي زيبيس ما نضيفوهمش في البدايه باش ما يتحرقوناش، ونضيفوا كميه تكون مليحه تاع الحمص. هنا الحمص من الاحسن البنات ديروه في الفينه ولا في كومبريس، ما كانش متوفره عندي، ما ننصحكمش باش ديروه في الساشي. يعني العام اللي فات درته في الساشي الفيديو اللي حضرتها معكم، لكن ننصحكم هذه المرات ايفيتو، راكم تعرفوا هذوك لي ساشي تاع خاصين يعني بالكونجيلاسيون ما يطيبوش مع الماء. بعد اللي حركت البنات قليت كل المكونات تاعي، جبت الماء الساخن وسقيت البنات، سقيت، لكن كما راكم تلاحظوا درتها فوق النصف، يعني نديرو باسكو غادي نزيدو المعلاق. وما نقفلش لاكوكوت تاعي، نخليها، خليت لاكوكوت تاعي مفتوحه البنات، يعني تغلي في هذاك لو طون اللي نروحو نحضروا المعلاق تاعي البنات. هنا راني نزعله في قطع الشحم، راكم تعرفوا كيفاش يجي من الدم. هنايا البنات عند يعني الجزار اللي موالفين يعني تشروا عليه، تقولوا له اعطينا يعني هذيك القطعه تاع المعلاق، يعني يقطعها لكم من جنب الخروف، وتجيبوها البنات تنظفوها بالماء والخل. خليته اكثر في كسكاس، ويعني وضحته امامكم وراني نفتح فيه من الداخل. ملاحظه مهمه البنات، غادي نخلي لكم الفيديو تاع السنه الماضيه تاع المعلاق فارسي بالفيونداشي، تشوفوا الطريقه كيفاش فتحته، يعني فتحته في الطبقه الاولى. لكن هنا البنات غادي نعمرو غادي نعمروه بالتعمير، نفتحو في الوسط مليح البنات. علاش؟ اذا فتحنا في هذيك الطبقه اللي من الفوق البنات تكون رقيقه، غادي يخرج لكم التعمير. راكم تعرفوا التعمير ماشي كيما الفيونداج، هنايا في الوسط، ونبقوا نفتحوا بالاصبع. حاولوا البنات يعني كل مره تبقوا تقلبوا فيه، ويعني هذيك الجلد اللي يجي من الداخل البنات غير بالاصبع تاعكم تبقوا تنزعوا فيه، حذاري ما تستعملوش السكين.
وبعد اللي فتحت البنات المعلق تاعي تحصلت على الشكل الجيب، ومن الجوانب ايضا فتحته البنات من الداخل، لكن من الاعلى يعني ما فتحتش باش ما نضطرش نخيط يعني من البدايه حتى النهايه، نخيط غير في الوسط. هنا البنات للاسف نثقب لي، لكن يعني ما كانش مشكل، خيطته لكن لازم تخيطوه مليح. نجيبوا البنات كاسرونه، سواء كاسرونه ولا إناء يعني عندكم اللي يشد لكم يعني هذاك الجيب تاع المعلق. شوفوا هذيك الكاسرونه ما والمتنيش، جبت هذه الكاسرونه شويه صغيره عليها وفتحته بهذه الطريقه. انا غادي ندخله للثلاجه البنات في لو طون اللي نروحوا نحضروا التعمير تاعنا الاقتصادي البنات. يعني راكم تلاحظوا كاين الفيونداشي لكن تقدروا تستغنوا عليها تمام. درت ملعقه نتاع الزبده مع ملعقه تاع الزيت، غادي نوضعهم فوق النار حتى اللي يذوبوا لي، ونوري لكم باقي المكونات. نحتاج بصله مبشوره عصرتها من الماء، والقليل من اللحم المفروم كما قلت لكم تقدروا تستغنوا عليه. وعندي بول البنات تاع خالط ما بين الخبز المرحي المحمص والسميد تاعي يكون متوسط رايح للناعم. عندي نصف لتر حليب والتوابل قرفه فلفل والزعفران ولا الكركم اختيار البنات، بلا ما ننسو 2 حبات بيض ووحده خميره كيميائيه. كما قلت لكم البنات هذا المعلق جد اقتصاد. بعد اللي ذابت لي ملعقه تاع الزبده مع الملعقه تاع الزيت، ضفت هذاك البصل مع هذاك اللحم المفروم. اللحم المفروم البنات تقدروا ديروه يعني خضر ما يكونش طايب، لكن انا ما نفضلش هذاك لوغو. غادي نقليه غير شويه البنات، ماشي حتى اللي يطيب كومبليتمون. مع التحريك البنات غادي نضيفوا الملح اولا، نصف ملعقه صغيره البنات، يعني كل وحده وكيفاش تبغي يعني الملح تاعها. كاين اللي ما يبغوش بزاف الملح على حسب افراد العائله. درت هذاك الخليط البنات تاع السميد مع لا شابلور تاعي. نقطه مهمه نسيت ما ذكرتها لكمش، انا البنات السميد تاعي قليته شويه كما راكم تلاحظوا في اللون تاعه، يعني يمد واحد لوغو ولا اروع. هنايا البنات جبت الخميره الكيميائيه، وغادي نزيد نضيف التوابل تاعي اللي ذكرتهم لكم، رشه زعفران مع رشه فلفل اسود، ونديروا ملعقه تكون صغيره تاع القرفه مطحونه. هنايا البنات التعمير كما تعرفوا يعني يبغي هذاك الذوق تاع القرفه. وغادي نزيدوا ملعقه كبيره تاع معدنوس مقطع رقيق. هنايا البنات تقدروا تستعملوا التعمير اللي حضرته معكم المره اللي فاتت وحطيته لكم في جروبي في الفيس، يعني في مناسبه عاشوراء، وكامل جربتوه وعجبكم. يعني اللي ما تبغيش تستعمل هذه الطريقه تستعمل الطريقه الاخرى، لكن هذاك التعمير بكل صراحه البنات يعني يجي مفشفش وخاوي على هذا، لكن ما راش اقتصادي. كما شفتوا كميه قليله برك، تحتاج 5 حتى ل 6 حبات بيض. يعني بغيت نبدل لكم شويه ونعطيكم هذه الطريقه. هذا ثاني يجي شباب ومذاق روعه البنات، يجي يتفتفت، لكن يعني انا حاولت باش نجيبها لكم اقتصادي اكثر. نجيبوا هذاك النصف لتر تاع الحليب تاعنا مع 2 حبات بيض. تقدروا يعني التوابل اللي ما درتوهمش، اذا ما درتوهمش عفوا يعني مع السميد ولا شابلور ديروهم هنايا مع الحليب وحتى المعدنوس، ويعني وتخبطوهم بالفوي مليح البنات ولا بالباتور حتى اللي يندمج هذاك البيض مع الحليب، وتعاودوا تفرغوهم على كل المكونات اللي درناهم في المره الاولى. هنايا البنات غادي تلاحظوا الخليط تاعكم باللي راه سائل. يعني نقطة جد مهمة، ما تعمروش الخليط تاعكم هو هكذا، خلوه يعني مدة 10 دقائق حتى 15 دقيقة باش يتشرب، وتشوفوا يعني كيفاش تغير القوام نتاعه. اذا شفتوا السميد تاعكم ما تشربش يعني زيدوا ملعقة تاع لا شابلور وملعقة تاع يعني سميد معليش اذا ما كانش محمص. هذا هو التعمير تاعنا البنات، وهنا ولينا ليه بعد اللي قلت لكم مرتاح. انا هنا خليته 15 دقيقه، شوفوا كيفاش بدا يثقل معاه. نجيبوا البنات المعلق تاعنا اللي يعني درناه في هذيك الكاسرونه باش يشد لنا لا فورم وما يعذبناش اثناء اللي نبدو نعمروا فيه. هنا البنات جبت لالوش تاعي وبقيت نملأ فيه، لكن حذاري البنات ديروه في النصف فقط،
في النصف البنات باسكو غادي يتغونفلا. كما راكم تعرفوا هذيك القطعه تاع المعلاق اللي هي جنب الخروف غادي يعني تنشكم اثناء الطهي. هذه يعني نقطه مهمه. نخلي هذاك النصف البنات نديره من بعد في ساشي تاع كونجيلاسيون ونبقى نخيط في المعلاق تاعي وهو يعني ثابت في هذيك الكاسرون. شوفوا البنات هنايا مع التصوير راني نخيط خياطه عشوائيه، لكن غادي نعاود ندور عليه من البدايه حتى النهايه. حذاري البنات اذا كان يعني فراغ صغير غادي يخرج لكم منه المعلاق تاعكم. شوفوا البنات كيفاش يعني تحصلنا على هذا الشكل. خيطوه مليح مليح البنات. هنايا البنات بعد اللي نزحته من هذيك الكاسرونه وضعته في هذا الصحن باش تشوفوه الشكل النهائي، والكميه اللي تبقت لي وضعتها في 2 ساشي. وحذاري ايضا البنات باش ما يكونوش يعني فيهم ثقب صغير غادي يعني يتفسد لكم كل شيء. فتحت هنايا على المرق تاعي، قلت لكم ما قفلتش عليه غير غطيته، ويعني وشفت المرق تاعي ما نقصش بزاف البنات. هنا حوالي 20 دقيقه في لو طون اللي درنا التعمير وخيطناه، عمرناه وخيطناه يعني. وبقيت حطيت برفق هذاك عفوا البنات المعلاق تاعي حطيته برفق في حذاري في المرق وما قفلت عليه. ايضا تبعوا كل الخطوات راهي مهمه البنات. يعني خليته 10 دقائق فقط باش تغونفلالي، يعني تزير هذاك الجلد تاعه باش قدرت نجيب الابره وبقيت نبيكي فيه. هذه ايضا نقطه مهمه البنات، لازم تبيكوه مليح يعني من الاعلى وتقلبوه ايضا من الاسفل، هذا باش تقفلوا على لا كوكوت تاعكم وتحطوا الصفاره وتخلوه 30 25 30 يعني ما يديباسيش 30 دقيقه البنات، باسكو غادي نزيدو نطيبوه في الفوق. ها هو المعلق تاعي البنات بعد اللي جبته. شوفوا كيفاش يعني دغونفلا. وهنايا البنات غادي نجيب ملعقه صغيره تاع لا موطار، شويه ملح فلفل، وملعقه صغيره تاع الزيت يعني باش يعطينا هذيك لا دوغور تاع يعني الاحمرار تاع المعلق. وغادي نمسح بها الوجه من الاعلى والاسفل، قلت لكم غير باش يتحمر البنات. ونغطي عليه بالبابي كويسون ونزيد بالالومنيوم ندخله للفرن يزيد حوالي 20 دقيقه. هنا البنات راه طايب لكن نصف يعني اكثر من نصف الطياب شويه. كما تعرفوا هذيك الجلده تاع المعلاق تجي يعني شويه عاصيه، يلزم لها الطياب لكن ما تكثرولهاش الطياب في لاكوكوت. حذاري البنات لربما يعني ينفتح معاكم. وانا كيما قلت لكم دخله الفور تاعي طيب شويه من بعد نفتح عليه باش يتحمر. وليت للمرق تاعي بعد ما صفيته البنات زدت له شويه قرفه كبابه وعود تاع كرافس وخليتها يغلي، يعني تذوقوا المرق تاعكم اذا راه سابون بني. وهو هذاك التعمير البنات اللي جبته في الساشي راه يتفتت وحده يعني روعه البنات روعه. شفتوا كيفاش دغونفلا كانت كميه قليله. ها هو بعد ما قطعته قلت لكم البنات يجي مختلف تماما على التعمير اللي حضرناه المره اللي فاتت. ونروحوا نشوفوا مع بعض البنات الطبق تاعنا كيفاش يتقدم يعني للضيوف. البنات تحطوه لهم كيما راه البنات فوق، يعني بعد ما تفتوا هذاك الرقاق تاعكم والحمص تحطوه لهم يعني وتحطوا لهم صحن مع سكين باش يقسموا، يعني خاصه اذا كانوا البنات الضيوف نساء. لكن اما اذا كانوا الضيوف رجال يعني يفضل انكم تقطعوه دي ترونش وديروه يعني كما وريتكم كما شفتوا في بدايه الفيديو. تسقوا عليه شويه تاع المرق باش هذيك لاكروت القشره اللي من الفوق يعني تطرى. ها هو المرق تاعنا البنات راه عاقد يعني وحاضر وحد الريحه ولا اروع البنات. نتمنى ان شاء الله تجربوه البنات في هذه المناسبه السعيده، ونعاود نقول لكم كل عام وانتم بالف خير. وشوفوا هنايا كيفاش فتحته من الداخل وراهي يعني هذيك لافابور تاعه مازال راه ساخن مع هذيك يعني هذيك الجلده هذيك القشره اللي هي محمره. وهنايا تقدموه البنات قلت لكم سواء يعني تخلوه كيما هو وهما يقسموه الضيوف، سواء تقدموه بهذه الطريقه، وان شاء الله تقدموه بالصحه والهنا البنات.